لا أزال أذكر والليل بهيم وآلام شديدة تعتصرني بعد العملية أني حاولت أن أمد يدي إلى ناقوس الممرضة فلم أستطع لشدة الآلام وبرحائه، فاستعضت بآلة التحكم عن بعد للتلفاز التي كانت على مقربة مني. أشعلت التلفاز لأسلو لأنسى آلامي، ووقعت على قناة تي في 5 الفرنسية في حديث مع الناشطة الحقوقية الإيرانية تشرين عبادي، حائزة جائزة نوبل. سألها الصحفي إن كانت تؤمن بالله، فردت أن نعم، وكنت أحسبها علمانية أو علمانية، بل ملحدة لإصرارها على السفور ورفضها ارتداء الشادور في نظام يفرض ارتداء الشادور. حكت وهي في مقتبل عمرها أن أمها مرضت مرضا وبيلا، تردد أنها لن تشفى منه، فابتهلت إلى الله أن يشفي أعز عزيز لديها، وكان أن شفيت أمها وعاشت بعد ذلك سنين عديدة. أطفأت التلفزيون إثرها ورددت في تلك اللحظة أني لو أشفى فسأذهب إلى الحج. هل استكشاف بعد متعال في حياة الإنسان أو في حياتي على الأقل يفترض أن أبدأ من الحج؟ ولم الحج؟ من دون شك لرمزيته، باعتباره الركن المكمل لصرح الإسلام، باعتباره الجامع للمسلمين. ولكن هل ما قطعته على نفسي آنذاك يلزمني؟ أنا قلت ما قلته في حالة ضعف شديد بين اليأس والرجاء، ولم أكن مالكا لقوتي وأداة نقدية، ولكنه كان نذرا وكان أن شفيت. وهل يلزمني النذر؟ وسوفته، ولكن أشياء أخذت تتغير في حياتي وفي نظرتي إلى الأشياء والأشخاص. أتملى حولي ممن يملأ قلوبهم الإيمان، فأعجب لسمتهم وسكينتهم. هل يمكن أن تصرف الحياة بالعقل وحده؟ هل حياة الإنسان مقاولة تخضع لمنطق الربح والخسارة والحساب الدقيق، أم أن الحياة تخضع بالأساس لأشياء غير مرئية، لأشياء تعز على العقل؟ هل معرفة العالم واكتشاف أسراره تعطي بالضرورة معنى للحياة؟ كانت نار هادئة تعتمل في ذاتي تهيئني لهذا الأمر الجسيم. وهل كنت لأذهب إلى الحج لو لم أؤمن به؟ كنت مؤمنا بما قمت به، ولكنني كنت في قرارة نفسي متهيبا من الأمر. كنت أعرف أني إن أديت فريضة الحج فعلي أن أطوي صفحة من حياتي، وكانت أشياء كثيرة تشدني إلى حياتي السالفة، متع وحظوة وسراب، ولكني ألفت هذا السراب وكنت أستحضر قصة تنسب إلى قائد من قواد قبيلة متوغا ذهب إلى الحج وسأل أي الدعاء يدعو برحاب الكعبة، فقيل له دعاء رسول الله: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. فرد هي مشات تقيت، أي ذهبت الإمارة إذن. فأنا لو ذهبت إذن لحرمت من الاستمتاع بما عليه درجت، وقد أدفع إلى هدم الأصنام وقد أفك الأغلال، وكم من الأغلال أثيرة لدى الإنسان إن هو ألفها. في مارس من سنة 2002 بدير الراهبة حريصا على مشارف بيروت، كنت أنظر إلى جموع الرهبان وهم يتلون صلوات الفصح. كانت صلواتهم تتلى رخيمة عذبة، ولكم أحببت حينها لغة الضاد وهي تنساب من ألسنة أولئك الرهبان المسيحيين في عذوبة ورقة. وجدت في دفاتر إحدى تلك الصلوات التي استأثر إلقاؤها بلبي، أنقلها ها هنا: ربي أنت طريقي في معاثر الحياة، ربي أنت رفيقي حتى ساعة الممات، أنت وحدك
أنت وحدك دعوت، أنت وحدك رجوت، أنت غاية المنى، أنت مصدر الهنا. اعضد الموجعين، ساعد البائسين، أشبع الجائعين، أرجع الخاطئين. أنت نار لقلبي، أنت أيضا نسيم، أنت هدي لدربي، أنت فجري الوسيم. أنت حب في قلبي، أنت نار ونور، أنت هدي لدربي، نبع كل سروري. في مكان ما من ذلك الدير كتبت هذه المقولة التي لم تفارقني قط: لا ترحل عن هذا المكان إلى أن تتحول. ما جدوى أن أنفر إلى مكة حاجا وأزور المدينة إن لم أتحول. وهل الحج إلا هجرة؟ هجرة في الله. مسجد صغير في حي التمتقين الشعبي بإفران، والبرد والثلج والزمن بداية الثمانينات، والساعة العشاء، وعمري لا يربو على 20 إلا قليلا. أقف على بوابة المسجد فلا أجد إلا الفراغ، مصاحف في رفوف ونور باهت من إصباح من علي السقف. كنت أبحث عن أخي الذي أصيب بانهيار عصبي جراء صدمة نفسية. كنا بالرشيدية أو قصر السوق كما كانت تسمى آنذاك قد درجنا سويا في مسالك الدراسة. وكنت لما أن التحقت بالرباط للدراسة الثانوية بالمدرسة المولوية بعثه والدي إلى بودنيب على الحدود الجزائرية، عسى أن يخضد القسم الداخلي من حدته. كان شموسا أبيا عصيا، وكان يرفض ما تواضع الناس حوله واستقروا بشأنه، ويستنكف من البهرجة والظهور. يحب الخشن من الملبس ويستهجن المثير من المظهر. يسأل أسئلة بريئة تثير ضحكنا نحن إخوته وأقاربه، وتستثير غضب والدي. لما نكلف بما تواضع الناس حوله؟ لما يقبل الناس على الدراسة كلهم؟ ومن ذا سيقوم بالأعمال اليدوية؟ لما يحب الناس الوجاهة؟ ولما نسمي هذا المسمى بهذا الاسم وليس بذاك؟ وببودنيب كان مع موعد غير حياته رأسا على عقب. كان مع أترابه وهم دون 12 من أعمارهم يلعبون في أرباد الثانوية بالحمادة، ولم يلبث أحدهم أن عثر على عبوة لم يتبين أمرها فعبث بها، فإذا هي تنفجر وإذا هي تحيل جسمه إلى أشلاء. كانت قنبلة. هل هي من مخلفات حرب التحرير الجزائرية، مما كان يزرعه العسكر الفرنسيون ليصدوا المجاهدين الجزائريين من الانسحاب إلى التراب المغربي، أم من بقايا الجنود المغاربة المتمرنين على الحدود؟ رأى الأطفال زميلهم وقد تحول إلى أشلاء، ورأوا أطرافه وهي تجمع ثم تحمل على ظهر بغل. كان ذلك ما استقيته من أخي عبد الله بجهد جهيد، إذ هو حين يتحدث عن الموضوع يطرق شاردا ويبدأ جملة ولا يتمها، وكأنما أحال هذا الحادث أخي شخصا آخر منطويا على نفسه يملأه الفرق ويستبد به الخوف وتنتابه الهواجس. واستفحل الأمر إلى أن أصيب بالسكيزوفرينيا، وكانت تعتريه حالات يغيب تماما فيسرح على غير هدى ويمشي حافي القدمين أحيانا ولو في البرد القارس. كان أبي مدرسا، وكان قد انتقل من قصر السوق إلى إفران، وكانت حالات الذهول تعتري أخي وهو في الفصل، وبدا أنه لن يستطيع أن يتم دراسته، فكان يخرج من البيت ويسرح على غير هدى، فنجوب المدينة كلها ونسأل عنه في مركز البوليس بلا جدوى حتى يقرر هو أن يعود، فإذا لمناه اعتذر، وما هي إلا أيام حتى يعود سيرته فيضرب في الغاب. وكان أن غاب لأكثر من يومين في شهر ديسمبر، وكنا أن تفرقنا في ذلك الليل البهيم نبحث عنه وسط الغابة، أو بالأحرى نبحث عن جثته. فكيف يعيش المرء وسط برد إفران القارس في فصل الشتاء بلا دثار؟ كيف يواجه الوحوش الضارية
من الخنازير البرية.